طيب خلونا ندخل في الموضوع على طول. في تريلر لفيلم اسمه Avengers Doomsday اتعرض لعدد قليل قوي من الناس، بس إيه بقى؟ كل تفصيلة فيه اتسربت أونلاين، وبنتكلم في أدق التفاصيل. التسريبات دي بتجاوب على السؤال ده بإجابة واضحة قوي. أيوة، والقصة بتبدأ بصوت كلنا عارفينه كويس قوي، بس في موقف غريب جداً. بداية التريلر في الأكس مانشن، وبنسمع بروفيسور أكس بيقول الجملة دي وهو شايف السماء قدامه بتتحول للون الأحمر الدموي. اللون ده مش مجرد لون، لأ، ده هو مفتاح كل حاجة جاية، ده إنذار بكارثة هتدمر أكوان بحالها. السماء الحمراء دي علامة على حاجة اسمها incursion. يعني إيه incursion؟ ببساطة كده معناه إن في عالمين أو كونين ماشيين في مسار تصادمي وهيخبطوا في بعض، وفي وسط الفوضى الكونية دي كلها بيظهر لنا الشرير الجديد. المشهد بيروح على حديقة الأكس مانشن، بنشوف شخص راكع على ركبته، ولما بيرفع راسه بالبطيء بنشوف قناع دكتور دوم المعدني الشهير. بس الصدمة الحقيقية، المفاجأة اللي محدش يتوقعها، إن العينين اللي باصة من ورا القناع هي عينين روبرت داوني جونيور نفسه. وهنا بقى بنسمع صوته لأول مرة وهو بيقول الجملة دي، صوت روبرت داوني جونيور، بس مش زي ما احنا عارفينه خالص. صوته عميق، مرعب، ملوش أي علاقة بتوني ستارك. تحول عبقري بيصرخ في وشنا ويقول انسوا توني ستارك، ده وحش جديد تماماً. طيب ننتقل بقى المشهد تاني في برج الأفنجرز الجديد، عشان نشوف إزاي الخطر ده مش بس بيهدد العوالم، لأ، ده بيقسم الأبطال نفسهم. التوتر في الهواء يتقطع بالسكينة زي ما بيقولوا. الأبطال القدام والجداد كلهم متجمعين في مكان واحد، بس واضح قوي إنهم مش فريق واحد. بنلاقي الفانتاستيك فور موجودين، وريد ريتشارد بيعرض لهم هولوجرام بيوضح الكارثة. 3 أكوان داخلين على بعض. المشهد ده بيمهد الطريق ليه، يعني صرخة يأس من ثور. ثور شكله متدمر تماماً، بيتكلم عن كل التضحيات اللي قدموها قبل كده، وبيقول إن كل ده كان ولا حاجة جنب اللي جاي. التهديد ده أكبر من أي حاجة شافوها، وبيترجاهم، حرفياً بيترجى الأبطال المتفرقين دول إنهم يقفوا جنب بعض. وطبعاً الانقسام ده مش مجرد كلام، ده بيترجم لأكشن وقتال. أصل المشكلة كلها في انعدام الثقة التام بين أبطال عالمنا، أبطال مارفل، وبين الأكس مان. ليه بقى؟ لأن الأكس مان شافوا الويل من الانكارجنز دي قبل كده، شافوا عوالم بتتمحي من الوجود، فمبدأهم بقى بسيط، إحنا مش هنثق في أي حد. بعدها بنشوف لقطات سريعة كده، مونتاج لمعارك بتورينا قد إيه الدنيا بايظة. جامبت ضد شانغ تشي، ميستيك ضد يلينا بيلوفا. الفكرة إن كل واحد بيحارب يائس عشان ينقذ عالمه هو، ومش فارق معاه أي عالم تاني. كل الخناقات الصغيرة دي مجرد تسخين للحدث الأهم في التريلر كله، مواجهة بمعنى الكلمة، مواجهة هتعيد كتابة موازين القوة في عالم مارفل من أول وجديد. وهنا بقى بنشوف قد إيه دكتور دوم ده مرعب. ثور إله الرعد بيجمع كل قوته في مشهد أسطوري زي بتاع انفينيتي وور، بيطير في السماء وينزل بالستورم بريكر بكل قوة الكون. وفي المقابل دكتور دوم بمنتهى البرود بيرفع إيده، وبصباعين 2 بس بيوقف الستورم بريكر في مكانها. الصرخة اليائسة بتاعت ثور بيقابلها نظرة هادية متعالية من دوم، وهنا بنفهم الحقيقة المرة. ثور بكل قوته عاجز تماماً. دوم بيتحكم في التكنولوجيا والسحر الأسود مع بعض، لدرجة إنه خلى إله الرعد نفسه يبان قدامه ولا حاجة. وفي لحظة هزيمة ثور دي بنسمع صوته من أول التريلر بيرجع تاني، وهو بيقول إحنا هنحتاج معجزة. الجملة دي هي اللي بتمهد لأكبر وأعظم مفاجأة في التريلر كله. وفجأة وسط اليأس ده كله بنسمع صوت كلنا حافظينه ومستنيين نرجع نسمعه من سنين. الكاميرا بتلف وبتكشف عن ستيف روجرز، كريس إيفانز راجع، وفي نفس الثانية مطرقة ثور ميولنير بتطير من جنبه وتروح تستقر في إيد كابتن أمريكا الممدودة. مشهد يوقف القلب. اللحظة دي لوحدها كفيلة ترجع الأمل وتغير كل حاجة. كابتن أمريكا رجع وماسك ميولنير تاني. بس السؤال المهم هنا، يا ترى ده معناه إيه لمستقبل عالم مارفل؟ بس الموضوع ما خلصش عند التريلر، لا، في تسريبات تانية يمكن تكون أهم بكتير، جاية من عرض سري للفيلم اتعمل لكبار المسؤولين في مارفل. الناس اللي شافوا نسخة أولية من الفيلم دي رأيهم كان شبه مجمع على حاجة واحدة، الفيلم ده في نفس مستوى انفينيتي وور، ويمكن يكون أحسن فيلم المارفل لحد النهاردة. خلونا نركز في النقطة دي، كل المديح ده لنسخة من الفيلم لسه مش نهائية أصلاً.
يعني لما نجمع كل ده على بعض، شرير جديد أقوى من فانوس، أبطال بيحاربوا بعض، وعودة أساطير زي كابتن أمريكا، كل العلامات دي بتقول إننا ممكن يكون قدام حدث سينمائي تاريخي، حدث ممكن يرجع عالم مارفل لأيام مجده. إحنا هنا عرضنا كل الأدلة اللي اتسربت، لكن الإجابة النهائية هنعرفها كلنا في السينما.